السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في مطبخ ست الكل. كل سنة وانتم طيبين. تعالوا نعمل مع بعض كحك العيد بالسمنة البلدي. طعم تحفة وسهل جدا وبسيط ومش هياخد منك وقت. معانا هنا 600 جرام سمنة بلدي بدرجة حرارة المطبخ، سمنة بلدي عادية خالص بدرجة حرارة المطبخ 600 جرام. اهم حاجة تكون سمنة بلدي نوعها حلو، ويفضل لو السمنة الصفرا يبقى الطعم احلى. تعالوا نجهز معانا حشوة ملبن. معايا هنا ملبن بنجيب من عند العطار او اي محل مستلزمات حلويات. بضيف عليه معلقة سمنة، وحطيت عليه كسرت عليه عين جمل، وهشكله كور صغيرة زي ما احنا شايفين كده على قد حشوة الكحكاية. ومعايا هنا عجوة مجهزاه، عجوة عادية خالص، حط عليها معلقة سمنة وسمسم بس. هناخد بقى 3 معالق سمنة كبار من 600 جرام، هنسيحهم بس لدرجة انهم يسيحوا بس السمنة تسيح، وهنضيف عليهم معلقة ونص سمسم. معانا هنا كيلو دقيق يكون نوع فاخر وكويس جدا، دقيق الكحك والبسكوت. هنجيب دقيق كحك وبسكوت اهم حاجة عشان يطلع معانا الكحك حلو. هنضيف معلقتين كبار سكر بودر، عليهم كيس بيكنج باودر، ربع معلقة صغيرة ريح الكحك، معانا معلقة ونص سمسم. احنا ضفنا معلقة ونص على السمنة، يبقى كده اجمالي 3 معالق سمسم، معلقة ونص سمسم كبار، ورشة ملح. هناخد المكونات دي كلها مع بعض. بعد كده هنضيف السمنة اللي حطينا عليها السمسم، وهنضيف السمنة اللي احنا مجهزينها هما بقى 600 جرام، هنضيفهم وهنبدأ نبس الكحك بتاعنا. الاول هنقلبه بالمعلقة لحد بس ما السمنة تختلط مكونات. بعد كده بقى هنبدأ بايدينا هنبس الكحك كويس جدا. اهم حاجة ان الدقيق كله يتشرب السمنة كلها. هنفضل نبس الكحك لمدة 8 دقايق لحد ما الدقيق والسمنة يتشربوا من بعض كويس جدا. زي ما احنا شايفين، زي ما بعمل كده بنبس الكحك بصوابعنا، ما بنعجنش الكحك، ما بيتعجنش، احنا بس بنبس بصوابعنا كده، مش عايزينه يتعجن. هنستمر في البس لمدة 8 دقايق زي ما احنا شايفين، وافركه بين ايديا كده لكن ما نعجنوش. ونخلط الدقيق كله، عايزين الدقيق كله يشرب السمنة كلها زي ما احنا شايفين. نفضل نبس لمدة 8 دقايق. بعد كده بعد ال8 دقايق لما نتأكد ان السمنة والكحك اتشربوا من بعض كويس جدا زي ما احنا شايفين انه يطلع معانا بالمنظر ده، هنجيب نص كوباية لبن ونص كوباية مية، نص كوباية لبن ونص كوباية مية. هنضيفهم ونقلبهم كويس، برضو مش هنعجن، هنقلبهم بنفس طريقة البس. انا حطيت نص كوباية لبن ونص كوباية مية، وضفت معلقة مية عشان لقيتها محتاجة معلقة مية بس. بعد كده بقى هنشكله بسرعة. اهم حاجة الكحك بيتشكل على طول، ما بيستناش ولا بيرتاح، على طول بنشكله. هنعمل بقى اشكال بالمنقاش زي ما احنا شايفين، او بالبصامة زي ما تحبي. ما عندكيش منقاش او بصامة ممكن باي حاجة، بمصفى صغيرة ظهرها اي حاجة تعملينا شكل حلو، بالشوكة اي حاجة تعملينا شكل حلو. عملنا جزء بالمنقاش وجزء بالبصامة زي ما احنا شايفين. هندخله الفرن على درجة حرارة 200، وهنشغل المروحة درجة حرارة 200. الكحك ما بيستناش انه يخمر او اي حاجة عشان هو مفيش خميرة، احنا حاطين بيكنج باودر بس، ولا بيرتاح. هو مجرد وانت بتعجني تروحي مشغله الفرن يسخن، اول ما تخلصي اول صاج تدخليه الفرن على طول. تعالوا نعمل مع بعض بحشوة العجوة والملبن زي ما احنا شايفين. الحشوة قطع صغيرة
منملاش الحشوة قطع كبيرة عشان ما تطلعش من الكحكاية زي ما احنا شايفين. وهنضيف الملبن والعجوة ونعمل كده شكل بالمنقاش. انا عملت بس شكل مختلف عن التاني، نقشته من الاطراف بس ما عملتش من النص زي ما احنا شايفين. ده بالعجوة ومعنا بصمت اللي بالملبن عشان اعرفهم من بعض. شايفين بعد ما استوى بسم الله ما شاء الله، هو بس سخن جدا مش عارفه امسكه بس جميل جدا. شايفين من تحت لونه عامل ازاي ومن فوق واخد لون، بصوا جميل جدا. اهم حاجه ياخد اللون الجميل ده، مش عايزينه ياخد لون غامق معانا. زي ما احنا شايفين الكحكايه لونها جميل جدا من تحت ومن فوق. شايفين اللي بالحشوه واللي بالعجوه، بصوا جميل جدا دايب جدا ومن سخونيته وجميل مش عارفه امسكه بس بجد تحفه. جربوا الكحك بالطريقه دي سهل جدا وجميل. شايفين الحشوه ودايب جدا ما شاء الله بسم الله ما شاء الله جميل جدا. دي كميه الكيلو، ده مقادير الكيلو. عايزه تعملي اكتر طبعا تزودي مفيش مشكله. تعملي اقل من كيلو هتقسمي المقادير النص. جربوا الكحك بالطريقه دي سهل وجميل جدا ومش هياخد منك وقت وبسيط، وعملتي في البيت حاجه بايديكي تفرحي بيها اولادك بجد. لو اول مره تشوفونا يا ريت متنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس وقولوا لي ايه رايكم في كحك العيد بتاعنا. تعالوا بقى نسكر الكحك مع بعض. طبعا انت لو عامله كميه كبيره ممكن تشيليها من غير ما تسكريها وتحطي السكر البودر وقت الاكل. بصوا جميل جدا. معانا اللي بالحشوه اهو بالعجوه وبالملبن ومعانا الساده وضفنا له السكر البودر. شكله جميل جدا وطعمه احلى بجد، ناعم جدا ودايب. اهم حاجه تكون سمنه كويسه ودي كحك وبسكوت عشان تطلع معاكي نتيجه الكحك مظبوطه. واشوفكم فيديو جديد ووصفه جديده من مطبخ ست الكل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وكل سنه وانتم طيبين.